السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً كده أنا قصدت إن أنا أسجّل في المكان ده تحديدًا بالخلفية دي في بيتي، علشان أنا عارف إن بعد الفيديو ده هيحصل مزايدات وكلام سخيف كتير، أنت متزملك، أنت عميل، أنت الكلام العبيط ده. أنا ده بيتي خلاص كُلّه زمالك، حتى الWiFi في بيتنا اسمه زمالك. بس عشان قبل ما أبدأ الكلام اللي ممكن هيزعّل ناس كتير من جمهور الزمالك ومن أعضاء مجلس الإدارة ما كانش كلّهم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم كده إحنا بقى لنا كام يوم بنتكلم في موضوع انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي، أو انتقال أحمد سيد زيزو عمومًا من الزمالك لنادي آخر، والإدارة بتاعتنا نايمة. عايز أقول لك إن إدارة الزمالك أو منظومة الزمالك عمومًا أكتر منظومة يمكن في العالم ما عندهاش سياسات واضحة، ما عندهاش سياسات أصلًا عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبة للناس يعني. إحنا ما عندناش حاجة بنقول فيها إن لو حصل الحاجة الفلانية هيحصل كذا، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش بنقول إن 1+1 بيساوي 2. إحنا عندنا 1+1 دي الله أعلم، الله أعلم. الدنيا عندنا مش واضحة في أي حاجة. يعني إحنا عندنا أحمد سيد زيزو إحنا عارفين بقى لنا كتير جدًا عقده هينتهي يوم كذا، وعندنا حلول كتير جدًا تخلّينا نقدر ندير الملف بشكل احترافي محترم عن اللي بيحصل دلوقتي ده، وإن نادي الأهلي والأندية التانية تلعب وتتلاعب بينا وبعقول جمهور نادي الزمالك بالشكل الخايب المهين ده. إحنا لسه من كام يوم خدوا مننا إمام عاشور اللي هي كانت صفقة كبيرة جدًا وسكتنا. جينا بعد كده جمهور الزمالك المحب كل الناس، أنا ما كنتش واحد منهم يعني، ولكن كل الناس كانت بتتمنى إن أشرف بن شرقي يرجع تاني للزمالك، ومع ذلك إدارة الزمالك لا حياة لمن تنادي ما عملتش أي شيء، واتفاجئنا برضه بأشرف بن شرقي في الزمالك بمقابل أقل من سامسون ومن لعيبة خايبة كتير جدًا جات الزمالك. برضه سوء إدارة، سوء إدارة وعدم احترافية في إدارة ملفات الصفقات. تمام. النهارده بقى عندنا أحمد سيد زيزو، عارفين من فترة كبيرة جدًا إن العقد بتاعه هينتهي، وإن إحنا لازم نفاوضه ونخلّص الموضوع. وفي الآخر أحمد سيد زيزو ده ما هوش محمد صلاح يعني، ما هوش روماريو، ما هوش رونالدو، يعني لعيب في مصر نادي الزمالك هو اللي صنعه، ونادي الزمالك قادر إن هو يصنع غيره. كان عندنا 1500 حل، أبسط حل خالص، حل بتاع حد يعني بتاع سوق. خلاص واحد بتاع بيتاجر في العربيات كان ممكن يقول لك أنا هاجيب أحمد سيد زيزو ده، تعالَ يا عم الحاج أنت عايز كام؟ عايز 50 مليون، عايز مقدم كام؟ 30. هاتصرف من تحت تقاطيع الأرض، من تحت تقاطيع الأرض أجيب ال30 مليون وأديهم له، اتفضل يا عم الحاج. وعشان أنا ما يحصليش مشكلة في أوضة اللبس وسقف التعاقدات ويحصل بلبلة وخلل ما بين لاعبي الفريق وبعضهم والمنظومة تتنيل أكتر ما هي متنيلة، تاني يوم أبيعه بس كده خلاص، خلاص شكرًا كده. إحنا كهربا لمّا كان مزهق مرتضى منصور، وأنا هنا ما باتكلمش عشان ما حدش يقول لي مرتضى منصور مش مرتضى منصور، أنا باحكي لك بس اللي ده حصل في عهده. كهربا لمّا زهّق مرتضى منصور طلّعناه إعارات أكِن إحنا كنا أكِن يعني كهربا ده كان شغال أوبر في نادي الزمالك، كنا بنأجّره، جاب لنا فلوس قد اللي خدناها اللي دفعناها له 75 مرّة في السعودية، وبعد كده غرامة ومن نادي لنادي، يعني مش عارف أقول لكم كان فرخة بتبيض دهب للزمالك. ما إحنا قادرين نعمل كده مع أحمد سيد زيزو وبمنتهى البساطة. تعالَ يا حبيبي أنت عايز 30 مليون في إيدك، 40 مليون هاتصرّف من رجال الأعمال بتوعنا أو من النادي أيًا كان يعني، اتفضل يا عم الحاج فلوسك أهي وابيعه. شكرًا، أطلّعه إعارات ال30 مليون اللي دفعتهم أجيبهم 200 أبيعه خالص وأخلص. طبعًا سيبك من حكاية بند اللي هو يرجع للزمالك والكلام ده، الكلام ده كلّه كلام خايب يعني، ولكن أنا كنت ممكن أمضّيه عقد 3 سنين وأدّي له المقدّم ومع السلامة يا عم الحاج وأستثمر فيه، لأن هو investment في الآخر، استثمار. لكن إحنا طبعًا ما عملناش الكلام ده وسِبنا الموضوع نايم بقى لنا فترة كبيرة جدًا، لغاية أمّا في الآخر بنكتشف إن الأهلي بيوقّع معاه. حقيقة الأمر إن أحمد سيد زيزو لم يوقّع مع الأهلي. أحمد سيد زيزو ما وقّعش شيء مع الأهلي، ولكن هو قعد معاهم هو ووالده واتفقوا على كل التفاصيل، مع وعد بإنهاء المفاوضات والتوقيع نهائيًا بعد مباراتين المنتخب، يعني بنهاية شهر مارس اللي إحنا فيه ده. مش حدش هيقول لكم كلام تاني، اسمعوا مني، هو ده الحاصل، هو ده الحاصل. أحمد سيد زيزو قعد ورحّب جدًا بالموضوع إن هو يكون موجود معاهم في بطولة العالم للأندية، عنده عروض خليجية، ولكن طبعًا الموضوع بالنسبة له هنا هيلعب في بطولة العالم للأندية، هياخد فلوس، عنده مضمون كمان إن هو يعمل إعلان بقيمة أكبر كتير جدًا من أي قيمة مالية كان هياخدها من إعلان بفانيلة نادي الزمالك. فالنهارده أحمد سيد زيزو الفلوس اللي هياخدها أضعاف اللي هياخده مع الزمالك، وممكن تكون أكتر كمان من أندية خليجية هتدفع له. إحنا فين من الكلام ده كله؟ إحنا زي ما باقول لكم إحنا نايمين في العسل. الإدارة بتاعتنا للأسف الحالية الله يهديهم يا رب، إدارة طرية، طرية بمعنى الكلمة، مش واضحة خالص، ما عندهمش الحد الأدنى من الجرأة والشفافية إن هم يطلعوا يواجهوا الناس. إحنا لغاية دلوقتي ولا مرة شُفنا حد طلع منهم وقال لنا يا جماعة أحمد سيد زيزو الموقف بتاعه 1، 2، 3 في بيحصل كذا، كذا، إحنا عندنا فلوس كذا. يعني أنا أذكر جيدًا إن في وقت مرتضى منصور لمّا جه باتريس كارتيرون وقال أنا هامشي.
راح جايبه في المكتب قدام الناس وبالموبايل بتاعه اللي كان بيصور بيه كل مره ده، وراح مقعده قدام الناس على عينك يا تاجر قدامك اهو. يا عم الحاج انت عايز تمشي؟ عايز تمشي عشان فلوس؟ هديك فلوس. هيدوك كام؟ هيدوك 20، هديك انا 30. هيدوك 30، هديك انا 50 قدام الناس عيني عينك كده. وكارتيرون قاعد ولو بوز، واخر قال له لا انا عايز امشي. راح قال لنا اهو يا جماعه انا قعدت راجل قدامكم، انا ما قصرتش في شيء، انا عملت كل شيء علشان احافظ على المدرب، والمدرب هو اللي مصر انه يمشي. مع السلامه يا عم كارتيرون، الف مليون سلام. ادينا بقى الشرط الجزائي، وخد الشرط الجزائي مع السلامه بادب خالص، بادب، ويحافظ على حقوق النادي. مش بقول ان هو ما خيبش النادي في حاجات كتير، لا لا، هو احنا عندنا امام عاشور وحاجات كتير جدا حصلت في النادي وكان سببها امير مرتضى منصور للاسف الشديد، يعني هو والاثنين صحابه اللي كانوا شغالين معاه. بس انا مش عايز اخوض في ده لان ده ما يهمنيش، يعني هم الناس مشيوا ولا هم لهم وعليهم ما عليهم، وعملوا بطولات وعملوا خير برضه كتير في النادي. نفس الموقف حصل بالظبط لما كان عندي مصطفى فتحي عاوز يمشي. مرتضى منصور جاب مصطفى فتحي في المكتب، تعالى يا ابني عايز فلوس؟ انا هرضيك، هديك اللي انت عايزه. مصطفى فتحي قال له لا والله يا ريس انا عايز امشي. يا ابني يهديك يرضيك، قدامنا قدام كل الناس. وفي الاخر انا مصطفى فتحي انا مصر ان انا امشي. ما اعرفش بقى، ممكن مصطفى ما كانش مرتاح مع الاداره، مش مرتاح مع الجهاز، ايا كان. يعني كلنا عارفين ان مصطفى حد زملكاوي بيحب النادي جدا، ولكن ده اللي حصل قدام الناس في موقف باتريس كارتيرو وفي موقف مصطفى فتحي، الاثنين قدام جمهور الزمالك وبمنتهى الشفافيه انتهت العقود بتاعتهم ومشوا. احنا حتى الان لم يخرج لنا اي حد من اداره الزمالك ويقول لنا يا جماعه موقف احمد سيد زيزو في 1 2 3، حتى يا اخي عشان يعني تغسلوا ايديكم من الموضوع، علشان تتنصلوا من المسؤوليه، اهربوا من المسؤوليه وارموا الموضوع عليه هو نفسه. قولوا الولد طالب كذا 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 واحنا امكانياتنا كذا، احنا ما احناش عارفين نعمل ده. خلاص يا عم احنا عملنا اللي علينا، والله امكانيات النادي بتقول 1 2 3 وما دفعناش مستحقات اللعيبه وخلاص وشكرا. حاولوا تتعلموا ويبقى عندكم شويه احترافيه في اداره الملفات. النهارده لو احمد سيد زيزو راح كمان هتبقى ضربه على قفا الزمالك جامده جدا، تستوجب 100% استقاله هذا المجلس كامل مكمل وبمنتهى الادب. تطلعوا لنا تاني يوم احنا اسفين يا جماعه احنا فاشلين، لانكم انتوا اصلا انتوا فاشلين، عشان ما نضحكش على نفسنا، انتوا مجلس اداره طري. والله العظيم انا ما طالع عشان اهاجمكم خالص، بس اللي انا شايفه بعيني انا كمواطن عادي جدا ومشجع لنادي الزمالك ومحب لنادي الزمالك، ولا اعلامي ولا مدرب ولا نيله، انا راجل مشجع عادي جدا، ان انا شايف الزمالك كل يوم بيخسر بطوله جديده. الزمالك كل يوم في المواجهات المباشره مع الاهلي، الاهلي واخدنا حرفيا ورا مصنع الكراسي في كل الالعاب، اللهم الا فريق الطايره بتاع البنات يعني شويه يعني خد الكاس امبارح شويه بينافس، يعني بيتنفس شويه. انما احنا في اليد ضايعين، في الباسكت ضايعين، في الطايره ضايعين، رغم ان احنا عندنا اهم قوامات رياضيه في العاب الصالات في مجلس ادارتنا. انا عندي نيره الاحمر، انا عندي كابتن هشام نصر، انا عندي كابتن حسين لبيب. طب اجيب ايه تاني؟ اعمل ايه تاني علشان العاب الصالات بتاعتي اللي اصبحت العاب كوميديه تقف على رجليها ونعمل فيها صفقات محترمه؟ نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ انا اذكر جيدا برضو تاني بقول لكم احنا في عهد مرتضى منصور برضو، مش يعني بقول ما يرضي الله، انا بقول عشان اقول ما يرضي الله فقط لا غير، وبعمل مقارنه بين المجلس السابق مباشره والمجلس الحالي اللي احنا فيه عندنا في عهده اخفاقات كتير جدا. في عهد مرتضى منصور احنا جينا في موسم من المواسم ورغم امكانيات الاهلي الهائله ماليا واقتصاديا واعلاميا وجماهيريا، الزمالك خد الاربع دوريات بتوع الالعاب الجماعيه. كان ده دروع الدوري بتاع الاربع العاب الجماعيه في مكتب مرتضى منصور. طب ايه خدناهم ازاي الحاجات دي؟ ناهيك عن ان احنا في كل الالعاب الجماعيه وصلنا نهائي افريقيا. وصلنا نهائي افريقيا قدام الاهلي وخسرنا الماتش بتاع نهائي القرن اللي احنا عارفينه. وصلنا في الكره الطايره نهائي افريقيا قدام الترجي وخسرنا هناك في تونس. خدنا بطوله افريقيا في اليد وخدنا بطوله افريقيا في الباسكت ولعبنا في بطوله العالم في اللعبتين دول. الكلام ده كله كان في موسم، يعني لو انا مش ما بتخنيش الذاكره يعني. طب يا جماعه انتوا فين؟ انتوا فين؟ انا كلامي دلوقتي المجلس اداره الزمالك لسه الموقف في ايدينا ان احنا نقدر نقعد حالا دلوقتي قبل نهايه الاسبوع مع احمد سيد زيزو ونقول له تعالى حبيبي انت وابوك ونخلص الموضوع معاه. عشان اقول لكم حاجه كمان للامانه وبما يرضي الله، انا كعماد لو جالي مالك ابني وهو بيلعب في الزمالك وقال لي يا بابا انا باخد 20 مليون جنيه في السنه ومعروض عليا مثلا 25 مليون للاهلي، هقول له حبيبي معلش مالك يعني عشان حب الزمالك والكلام ده، و5 مليون بالنسبه لهم يعني 5 مليون دول مش رقم كبير يعني، فخلاص يا لوكا يعني معلش وعديها. لكن لما يجي يقول لي يا بابا لا والله ده اصلا الاهلي الزمالك عرض عليها 20 مليون والاهلي عرض عليها 40 وعرض عليها هلعب في كاس العالم وجماهير كبيره جدا جدا وهبقى مترشح للفوز بكل الجوائز وحافظ على مكاني في المنتخب واعلانات بفلوس قد كده، هقول له لا حبيبي امشي يا مالك امشي، احنا بنتكلم في ضعف. ما بالك بقى ان الموضوع اكتر من ضعف كمان، ما بالك ان في دول عربيه بتعرض عليه الزمالك مثلا عرض 10 قروش هم بيعرضوا 100. فانا ساعتها هقول لابني لا يا حبيبي امشي. واي اب في الدنيا هيعمل كده عشان الناس اللي عماله تلوم على ابوه. لا لا ابوه عنده حق يا جماعه، ده اب، واي حد فيكم لو هيفكر 3 ثواني بعقله لو ابنه هو اللي مكان احمد سيد زيزو في الموقف ده والله العظيم ما حد فيكم هيعمل غير كده. سيبكم بقى من الكلام بتاع الانتماء والكلام اللي ملوش اي لازمه اللي ما بياكلش عيش ده.
حاولوا تقعدوا مع الراجل قبل ما يمضي للأهلي، لسه قدامنا فرصة. اللهم بلغت اللهم فاشهد. سلام عليكم.